ايه رأيكم؟ يلا خشوا على مطبخ رودي لكل شيء وشوفوا الكشري ده اتعمل ازاي النهارده. سهل وبسيط جدا 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 وما خدش مني اي حاجة خالص. كلي كده يا رموسة وقولي للناس ايه رأيك في طعمه. ماشي. هم. طعمه حلو قوي. طعمه حلو. اه، وبزيادة اللي هو موت. يلا بالهنا والشفا يا رموسة. بس الطبق ده ما تاكلوش كله عشان كده كتير عليكي قشطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلام. تعالوا نعمل مع بعض بقى اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده، وايه هو كشري الحلو. انا عندي اطباق زي ما انتوا شايفين كده، طلعتها من الدولاب عندي من المطبخ وركنتها على جنب. تعالي اول حاجة هنعملها وهي الرز. خدت كوباية واحدة بس رز، غسلتها وجيت لكم تاني. ماشي، حطيتها في الحلة زي ما انتوا شايفين كده. هننزل عليها بكوبايتين اتنين مية. تمام كده. يلا هنرفعها على النار، على نار هادية خالص، وايه ونسيبها لحد ما تستوي وتشرب ميتها. واول ما تشرب ميتها اقول لكم هنعمل ايه. اهي بوريكم النار، هنوطي النار. يلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل سيدنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. بصوا بقى، شربت الميه زي ما انتم شايفين اهيت، بس فيها جزء بسيط من الايه من الميه. تمام تمام. هننزل بقى ايه مع بعضينا باللبن. يلا، انا معايا كيلو لبن، مش هنزل بيه كله، هنزل بيه نصه وشويه كمان هنزل بنص التاني. تمام كده تمام كده. يلا قلبنا كده، محتاجين تاني شويه لبن. هننزل بقيه الكميه كلها اهي. يلا هنسيبها بقى، هنغطيها ونسيبها تستوي في اللبن بتاعها شويه. مش هنضيف لها اي حاجه، بصي لسه ما استوتش. تمام كده. يلا بالله عليك، لو اول مره تشوفي الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي اشتراك على القناه بتاعتي واي كومنت كده على ذوقك. انا نزلت ب6 معالق سكر. بصي هي استوت اهيت شويه ولمت حلو وتقل. نزلت ب6 معالق سكر وديت قشطه. عندك قشطه اللي هي بوش اللبن ماشي، عندك قشطه طبيعيه ماشي، عندك قشطه اللي هي المعلبه دي برضك ما فيش اي مشكله. تعالي بقى نعمل الخلطه الجميله اللي احنا هنعملها. دولت معلقتين 2 كريم جانتيه خام. تمام. جبنا كوبايه فيها شويه ميه، نص كوبايه ميه، ونزلنا ب2 كريم جانتيه واتنين نشا. تمام كده. معلقتين برضو دقيق. تمام كده تمام كده. يلا هندوبهم حلو كده لحد ما ندمجهم مع بعض، لحد ما القوام بتاعنا يبقى ناعم وكريمي. قشطه قشطه كده. اللبن على النار. يلا هننزل بيهم على الرز ابو لبن بتاعنا اهوت، هنقلب كويس. دي معلقه زبده كده حلوه، بتدي طعم جميل جدا للرز ابو لبن، بتخليه طعمه غني كده وحلو. هو في غلطتين، هو المفروض كنت خليت اللبن اخف من كده. بتوع اللبن بتوع الكشري بره بيعملوها اخف من كده. انا نزلت بمعلقه دلوقتي زي ما انتم شايفين كده بشويه فانيليا عشان تديها ريحه كمان حلو. يلا تعالوا بقى نغرفهم في الاطباق بتاعتنا علشان خاطر يبردوا على ما نعمل بقيه المكونات معانا. ماشي، هنصبهم كلهم في الكوبايات في الاطباق بتاعتنا. الكوبايات ديت او الاطباق اللي انتوا شايفينها دي، ولادي كانوا بيجيبوا حاجات من بره وانا اخد الطبق اغسله واشيله اغسله واشيله اغسله واشيله. لما جمعت عندي ايه حبه حلوين كده، وساعات كنت ايه بشتري برضك لو انا هعمل حاجه. تمام كده. احنا عبيناهم كلهم ما شاء الله. يعني كوبايه واحده رز، بصي عملت معايا كميه جميله جدا وكميه كبيره، مش صغيره ومش قليله. بصي ما شاء الله، الله اكبر. كام طبق؟ الجدع يعد بقى ويقول لي في الكومنتات. تعالي بقى، احنا مشغلين الفرن بتاعنا دلوقتي. ديت كنافه، وكنافه متلج. انا مسكتها زي ما انتم شايفين كده، فرفتها خليتها عامله زي حبات الرز. وديت معلقتين سمنه كده كنت حطاهم في قلب الفرن عشان يسيحوا. لما ساحوا منهم شويه اهيت، هنحطها تاني نرجعها تاني في الفرن عشان تكمل ايه سايحه. تعالي بقى نقلب. دي عايزه تحمريها على البوتاجاز ماشي، عايز تحمريها على ايدك زي ما انا بعمل كده، وتحط تدمجي يعني السمنه مع الكنافه مع بعض وتروح حطها في الفرن ماشي. عايز تحمريها على البوتاجاز برضك ماشي، بس انا لقيتها اسرع ايه في الفرن عشان اعمل حاجه تانية. قشطه. وطلعت متحمره زي ما انتم شايفين كده. نزلت بمعلقتين 2 سكر بودر.
بس طبعا السكر زي ما انتم شايفين كده متكتل شويه، بس انا قلت ايه هيفك مع الكنافه وهي سخنه، وما فكتش. قعدت اعمل بايديا كده لحد ما عملتها. ديت معلقه فانيليا كده على الكنافه تديلك ريحه تحفه، مش عايزه اقولك بقى ريحتها جميله جدا والطعم حكايه. يلا انا نزلتهم كده من الصينيه في قلب الطبق عشان يبطلوا ايه سخونيه وما يتحرقوش مننا. قشطه قشطه. ديت جلاش كان عندي في الفريزر من ايام رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تمام، طلعتهم كده. ديت لفه كده كان شويه مفرفتين كده مع لفه كامله زي ما انتم شايفين كده. همسكها اقطعها. بس انا مش عارفه اعملها ازاي بالسكينه، مش عايزه تيجي. رحت مطلعها بحالها كده، وقعدت ايه اجيبها شمال شويه ويمين شويه زي ما انتم شايفين كده. تمام، لحد ما خلصت عليه. زي ما تكوني بتقشري الذره كده، عارفه الذره لما بتيجي تفرطي الذره الناشف. بصي. اها. قشطه قشطه. بصي خلصت عليها كولا وفرفتها. ما فرفتهاش قوي يعني، حلوه كده. دي بقى الدقه بتاعتنا او البصل بتاعنا بتاع الكشري. حاجه كده الطعم بجد بجد جميله جدا. لما عملت الكشري الحلو اتفضل مني كتير، فقلت هشيله وان شاء الله هعمل بيه ايه. هعمل بيه مش هقول لكم. خليها مفاجاه. ماشي. فضل معايا كنافه هتنفعك، وفضل معايا جلاش برضك هينفعك، وهقولك الجلاش هينفعك في ايه، والكنافه تنفعنا في حاجات كتير كتير كتير. يلا هندخلها الفرن كمان تحمر حلو كويس وتكرمش كده. ما تقلقيش وانتي بتحطي السمنه كده بتاعتك وهي سخنه بتطرى شويه، ما تقلقيش لما تخش الفرن تبقى زي ما انتي شايفاها كده مكرمشه كده ومحمره كده وادت لون واحد. هننزل برضو تاني بمعلقتين 2 سكر بودر. تمام كده اهيت. نسيت الفانيليا بس هحطها تاني، بس بعد ما خلصت كده ارجع احطها تاني. حطيتها الحته دي ما جاتش. انا حطيت برضو فانيليا. يلا هننزلهم برضو في طبق كده عشان ايه، عشان ما تحمرش اكتر من كده. يلا مقرمشه وجميل. تعالي بقى نعمل الكاستر بتاعنا او الكريمه بتاعتنا. احنا هنعملها، في ناس بتعملها بالكريمه كريم جانتيه، وفي ناس بتعملها بالكاستر زي ما انا ايه هعملها قدامكم. حلو. انا نزلت بنص كيلو لبن ومعلقتين 2 كاستر زي ما انتم شايفين كده. هنحط كل حاجه على البارد. وهنا معلقه نشا، معلقتين نشا، ومعلقه برضو ايه دقيق، وذرة فانيليا، ومعلقة سمنة، وحتة شوكولاتاية كده. وهقول لكم بقى اصبروا بس. ديت 2 كريم جانتيه ماشي. واتنين بتاع ده 2 دقيق واتنين نشا. تمام. من كل حاجة 2. دول بقى 6 معالق سكر كده. نزلت برضو بسكر. تمام. يلا ما تزوديش السكر اكتر من كده علشان ما يبقاش الطعم ايه جازع على بقك كده ويبقى عامل. يلا نرفعهم على النار زي ما انتم شايفين كده وهنقلبهم حلو لحد ايه ما يدمجوا مع بعض كده والقوام بتاعهم يتقل شويه. هقولك بقى هنعمل ايه. قشطه. طبعا انا لما خلصتها سبتها لما بردت خالص، ما رضتش تبرد. دي قالب شوكولاته بيضه، ودي معلقه زبده صفرا عشان تديلك طعم حلو وريحة جميلة جدا. وادي ذرة فانيليا. تمام كده. اقول لكم تاني احنا عملنا الكاستر ازاي. نزلنا بمعلقتين كاستر، بمعلقتين نشا، ب6 معالق سكر. عايز تحطي دقيق حطي، ما مش لازم الدقيق. تمام. بص القوام بتاعها تقل اهي، وانا طفيت عليها بوريكي النار ان انا طفيت عليها. هي كده القوام بتاعها جميل جدا جدا جدا. انا حطيتها في كيس اللي هو في قرطاس كده، وحطيتها ايه في الفريزر. تعالي بقى المكونين الاساسيين بتوعنا ماشي في الحاجات دي كلها ايه هي. الرز بلبن ماشي، والكريمه اللي احنا عملناها، والكنافه. قشطه. يلا احنا حطينا فوق الرز ابو لبن بتاعنا، حطينا فوق منها ايه الكنافه. اللي بيختلف بقى الاطعمه. طبعا ما شاء الله الاطباق كتير، فكل اللي كان عندي اطعمه، مش ما عنديش اطعمه كتير يعني. اللي عندي انا عملته. وبصراحه ولادي كانوا فوق دماغي عايزين ايه اعملها بالمانجا، كلها بالمانجا وكلها بالشوكولاته وكلها مش عارفه ايه. طبعا نهايه الكريمه انا حطيتها في قرطاس زي ما انتم شايفين كده،
قرطاس حلواني. حطينا حبة كده فوق الكنافة من الكريمة بتاعتنا الجميلة دي اهيت. القرطاس خلص، رحت عبيته وجيت ايه عملت بقية الايه اللي موجودين. ماشي اهي، عبيتهم كلهم، حاولت ان انا افردهم مش عايزين يتفردوا. تعالي بقى نعمل بالمانجا. نزلت بالمانجا. عندي انا اوريو، مسكت باكوين بسكويت اللي هو الاوريو اهوت، فتفتهم زي ما انتم شايفين كده. هنعمل فيها ايه فوق منها اوريو. عملنا 2 بالمانجا و2 بالاوريو زي ما انتم شايفين كده. وعندي برضو بسكويت اللي هو اللوتس برضو فرفته اهوت، وادي 2 باللوتس. والباقي عملته ايه مشكل، بقية الحاجة عملتها ايه مشكل. تمام كده، تمام كده، احنا كده ماشيين ايه مظبوطين لحد دلوقتي. دي شوكولاتة اهيت، شوكولاتة. طبعا انتي وذوقك بقى، وانتي والاطعم اللي عندك، وانتي اللي عايزة تعمليه حطيه، بس هو الاساسي اللي هو الرز ابو لبن والكنافة والدقة بتاعتنا. دي زبدة اللوتس اهيت، حطيتها على البسكويت اللوتس. وهنا المانجا حطها لها شوكولاته. وديت كريم كراميل، مرضتش اعمل كريم كراميل، لقيت ديت عندي قلت اما احطها وخلاص، بدل ما ايه اقف لسه اسيح سكر واقف اعمل لسه. هنا ديت موزايه موز، جايبه موز. رحت ايه قلت اما اعمل كام واحده ايه بالموز. ماشي، انتي بقى بضعي بقى واعملي بقى تشكيله بقى حاجه حلوه كده، والطعم حكايه. ولم ولادك كده وحطيها في التلاجة، وعايزاكي تاكلي بقى بألف هنا وشفا. مش موضوع مش صعب، الموضوع مش صعب خالص، سهل جدا جدا جدا. تعالي بقى نحط بقى شويه الدقه اللي هي شويه الكشري اللي هو الجلاش، هي دي الدقه بتاعتهم ودي الكشري بتاعتهم. بس بجد كان طعمه حكايه 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 بامانه. يلا بالله عليك، لو انت مش عندي على القناه اعملي اشتراك على القناه بتاعتي، واي كومنت كده على ذوقك، ولايك لايك لايك لايك. هم. تعالي بقى نزوق كده على الوش كده بالشوكولاته النوتيلا. دي شوكولاته نوتيلا مش شوكولاته خام اهي. مرضاش طبعا هجيب شوكولاته خام عشان خاطر ايه ما تبقاش مجرمز، لان طبعا هنحطها في التلاجة. الحاجات دي بتبقى عايزه حاجات سايله كده. وحبه كده من زبده اللوتس على الشوكولاته اهيت. يلا بضعي كده وظبطي الدنيا كده، روشي على ولادك كده في الجو الحر اللي احنا فيه ده، في الجو الحر ده. تعالي بقى نحط فوق منها كده شويه مانجا. فاضل شويه مانجا ارميهم؟ لا طبعا مش هرميهم. وديت شوكولاته كده كريمه شوكولاته كريمه كده. دي بتيجي كده من بره جاهزه. فقلت كان في حبه صغنطاطين كده، قلت اما ايه احطهم وخلاص، اعمل كشكل كده. بصي ما شاء الله، الله اكبر. ما تنسينيش بقى، ما تنسينيش. انا حلفتك بالله، لو اول مره تشوف الفيديو بتاعي اعملي اشتراك على القناه بتاعتي. بصي الطعم حكايه، انا عاملاها امبارح والله العظيم ما في والسلام حاجه عليكم ورحمة النهارده. الله وبركاته. و12 طبق، الله اكبر، 12 طبق. وانا ما عنديش 12 عيل طبعا، انا كل اللي عندي 4 اولاد. بصي ما شاء الله يعني.